من حاجة كلنا بنرميها هنعمل وصفة تجنن. ورق الخس طبعا كلنا بناكل الجزء الابيض اللي فوق وبنرمي الورق الاخضر اللي تحت. عملتلك النهاردة وصفة تجنن، جربيها بس وهتدعيلي. ما تختلفش ابدا ابدا عن الوصفة الاصلية، بل واحسن كمان في الطعم. انا جبت عندي الخس، فردت الورق كده وغسلتهم ورقة ورقة. هبدأ بعد كده اجيب ورق الخس ارصه كده فوق بعض، واقص كده من النص، يعني بنخلي الجزء بس اللي احنا بناكله او اللي احنا بنضيفه على السلطة، والجزء الاخضر اللي تحت كلنا بنرميه، محدش بيحب طعمه ابدا الا بعض الناس يعني. لو انتي بقى من الناس اللي بترمي الورق الاخضر للخس، تعالي اقولك الوصفة دي ليكي. جبت كده الورق وهقصه زي ما احنا قلنا، وهشوف هنعمل ايه. هنخلص كل الكمية اللي عندي تقريبا خاصتين كبار. عندي هنا بقى حلة، انا مقورة كوسة، خدت القلب بتاعها وقطعت بصلاية حلقات وفلفل رومي وجزرتين قطعتهم ترانشات كده وحطيتهم تحت. وعملت خلطة المحشي بتاعتنا، الرز بالخلطة. وبدأت بقى اخد الاجزاء اللي تحت اقطعها على قد كده الصوبع، الفه يكون محشي. ايوه النهارده ان شاء الله هنعمل محشي بورق الخاص، طعمه حلو جدا ومش هيبان ابدا. تابع الفيديو للاخر، هتشوفي في الاخر بعد ما يستوي هتشوفي المحشايه كانها، يعني اللي هيدوقها مش هيعرف ده ورق ايه، ورق عنب ولا ورق كرنب. لا هو ورق خاص طبعا وكله فايده. اي حاجه من الخضروات اللي لونها اخضر، خصوصا الورق الغامق اللي احنا مش بنحبه ده، سبحان الله الورق الغامق ده بيكون فيه نسبة فيتامينات ومعادن مهمة جدا للجسم. انا بقى النهاردة قلت اجرب. هو هيضايقك شوية في اللف طبعا لان احنا ما سلقناش الورق، بس انتي حاولي تلفيها كويس وحاولي تزنقي علشان ما تتفكش. هقولك حركة حلوة برضو تعمليها لما تيجي تسويه، مش هتخليه يفك خالص. بعد ما خلصت الحلة كلها، جبت معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من صلصة الطماطم وملح وفلفل اسود، وزودت كمان كوبايتين من الشوربة، وادوق كده الملح بتاعي. طبعا الخلطة بتاعة المحشي، خلطة الرز فيها الملح بتاعها تمام، وكمية الزيت والسمنة بتاعتها تمام. بس دي كده في التشريبة الأخيرة لحلة المحشي. احط كده بقى في كل فلفلاية معلقة من الخلطة الجميلة دي، ووزعها كده عليهم كلهم. وبعد كده هزود كمان كوباية مية بس، وهقفل بقى على الكلام ده كله بطبق صيني. ده كده هيخليها تثبت مكانها لما تيجي تستوى، زي ما انتوا شايفين ما فكتش خالص. تمام. وبس في كوسايه انفجرت فهي اللي موقعه رز كده. بصوا كده بقى شكل ورقه الخس او محشي الخس شكله حلو ازاي، مش باين عليه ابدا. يا ترى ده محشي خس ولا كرنب ولا ايه؟ طعمه تحفه. إيه، محدش طبعا بيقدر ياكل الكرنب ني كده، بس طبعا كلنا بنحب الخس وهو ني، فما بالك بقى الخس بعد ما يستوى طعمه ايه. يعني احنا مش بنحب الكرنب وهو ني، ولما بيستوي طعمه حلو، ما بالك بقى بالخس وهو ني حلو ولما يستوى طعمه ايه. جربوها وقولوا لي رأيكم.